بالدليل ان نرجسي واعي وقاصد كل اللي بيعمله معاكي. لما بتكوني مع نرجسي بتبقي طول الوقت متنكدة وتعبانة، ما بتناميش، متعذبة، نار قايدة في قلبك. طبعا انا عارفة ان كان في ايام هدوء وراحة، بس طبعا اقل بكتير من ايام الهم والغم والنكد. طب السؤال هنا، هل الشخص اللي انت بتحبيه قوي كده عارف انه بيأذيكي؟ قاصد يأذيكي؟ بيبكيكي وبيجرحك وبيسم بدنك عن عمد؟ بيخونك عن عمد؟ بيكذب عن عمد؟ هو عارف ان انت خلاص مستنزفة ومفيش طاقة، ولسه مكمل في أذيتك، بيستنزفك أكتر وأكتر. أنا عارفة إن جواكي نفسك أقولك لأ، هو ما بيبقاش قاصد ولا عارف هو بيعمل إيه. انتي عايزاني أقولك إنه مريض واللي بيعمله مش عن إدراك، وإنه يا حرام طفولته كانت حزينة وأمه هي اللي عملت فيه كده وهي السبب، لكن هو بريء، هو طفل مش واعي لتصرفاته. أرجوكي بطلي، بطلي بقى، بطلي الأمل الكذاب ده، بطلي. لأن ده اللي بيخليكي متعلقة بالشخص الفاسد ده، هو الأمل ده اللي بيخليكي راضية وعايشة ومكملة ومستحملة رغم كل الأذى ده. راضية تعيشي، راضية بالحزن وبالأذى اللي بيجيبهولك. بصي حبيبتي، عشان تعرفي قد ايه هو خبيث وشيطان وقد ايه هو إبليس، نرجسي ما بيجبركيش على حاجة، بيعمل كل حاجة برضاكي، كل حاجة لازم تتم وانتي عايزة تعمليها. بيقنعك تعملي كل حاجة هو عايزها بإرادتك انتي. بيقنعك انه بيحبك، وبيقنعك ان اللي بيعمله مش بإيديه. هو عارف ومتأكد انه بيأذيكي، عارف انه بيحطمك وبيدمرك. مش بس عارف ومتأكد، هو قاصد وفرحان باللي بيعمله معاكي ومبسوط باللي انتي واصلاله ده. عايزة حاجة بقى أكتر وأبشع من كده؟ خليني أوضح لك إيه الفرق بين الذنب أو الغلط وبين القرار. اللي بيغلط أو بيعمل ذنب، كلنا طبعا بنغلط، وكلنا عندنا ذنوب من غير ما نقصد، من غير ما نتعمد نغلط، وبنعتذر وبنتوب وبناخد قرار بينا وبين نفسنا إن إحنا ما نعملش كده تاني، وبنطلب من ربنا يسامحنا، نحاول إننا ما نعيدش الغلطة دي تاني أو الذنب ده تاني. لكن القرار، ان انا قدامي اختيارين، يا اما اغلط يا اما ما اغلطش، وبختار ان انا اغلط، يا اما اذي يا اما ما اذيش، وبقرر ان انا اذي. يبقى النرجسي بيعمل معاكي ايه؟ غلطة ولا قرار؟ غلطة؟ لا، قرار. هو مخطط وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه معاكي. عمره ما بيعتذر عن اللي عمله معاكي، ما بيحسش بأي ذنب، ما عندوش أي شعور بالذنب. عارفة انك ممكن تقولي لي ساعات بيعتذر والله يا نيفين، ساعات قليلة، ساعات قليلة. لما بتزنقيه في الكلام يقولك معلش، يقولك سوري. بس الاعتذار مش كلمة تتقال، الاعتذار آه موقف لازم احس ان انت من جواك فعلا آسف على اللي انت عملته. النرجسي بيرجع يأذيكي تاني كل شوية. مثلا تلاقيه قدام الناس ما بيغلطش فيكي ولا بيشتمك، حتى لو انتوا بتتخانقوا وفي ناس حاضره القعده بيبقى حريص جدا جدا على انه يبقى مؤدب ومهذب وخلوق وما يطلعش من بقه العيبه ابدا. لكن بينك وبينه تسمعي اقذر الالفاظ وتسمعي افظع الشتايم. طب ازاي ما انت عمال تقولي انا لما بتعصب ما ببقاش عارف انا بقول ايه؟ طب ما انت كنت متعصب مع الناس ومع ذلك ما غلطتش. يبقى انت مقرر، شوفوا انا بقول لكم ايه، مقرر ان انت تهني، مقرر انك تغلط فيا، مقرر ان انت تأذيني. يبقى انت عندك عمد وقصد.
ليه لما ببقى بيني وبينك بتشتم وبتهين وبتقول اقذر الالفاظ وبتسب بابشع الشتايم وتقولي بعديها انا وانا غضبان ما ببقاش شايف قدامي، ما ببقاش عارف انا بقول ايه؟ اشمعنى قدام الناس ما انت بتبقى غضبان برضو وبتبقى عارف كويس قوي انت بتقول ايه؟ يبقى انت متعمد تهني، متعمد تأذيني، عارف ان شتمتك ومسبتك ليا والاهلي او كلامك بالطريقه القذره ديت بيجرحني، ومع ذلك بتعمله تاني مره واتنين وتلاته، حتى لما بنبهك بتعمله تاني. يبقى قصد ولا لا؟ طيب شوفي كم مره قلتيله لما نتخانق ما تشتمش، صح؟ بلاش تتعصب عليا وانت سايق، بلاش نتخانق في العربيه بالذات. انت كده بتقولي له بالظبط انت بتخافي من ايه، وهو كل مرة بينتهز الفرصة وبيعمل اللي انت بتخافي منه ده. كل مرة تتخانقوا يشتم ويسب، كل مرة ينتهز الفرصة ويتخانق معاكي في العربية عشان عارف انك بتخافي وبيعرضك للخطر. كم مرة قلتيله مش كل مرة نتخانق تعمل لي بلوك؟ الحركة دي بتعصبني. بعد ما تتصالحوا يقولك خلاص مش هعمل كده تاني، واول خناقة بينكوا يروح عامل لك بلوك. ما انت اهو بتقولي له على الحاجة اللي بتأذيكي وهو بيعملها تاني، يعني قاصد يأذيكي. كم مرة قلت له بطل تتكلم عني بالطريقة دي قدام الولاد، بطل تخوض في شرفي وتشوه سمعتي. انت ازاي كده؟ ازاي راجل قابل على نفسك انك تتكلم عن زوجتك وتخوض في شرفها؟ طبعا انا مش بتكلم كلام يعني مش مفهوم ليك، واكيد كلنا مرينا بالكلام ده. هو بقى ولا الهوى عادي جدا يشوهك ويخوض في شرفك ويتكلم عنك وحش و... ويشوه صورتك قدام أولادك ويقول، مع إنك عارفة إن ده بيأذيكي وهو متأكد إن ده بيأذيكي عشان كده بيعمله. يشوفك مقهورة وموجوعة وبتبكي بحرقة ولا يرمش له جفن ولا الهوى. شافك قد إيه بتتوجعي من اللي شفتيه على تليفونه والكلام اللي قريتيه اللي هو كاتبه لواحدة تانية، ومع ذلك ما بيمسحوش، صح؟ ولا بيقفل موبايله بالباسورد عشان انتي ما تشوفيش. لا 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 لا، سايب الموبايل وسايب الكلام عشان عارف ان انتي هتقريه وعارف ان انتي هتتوجعي. يبقى قاصد يوجعك. قاصد ولا لا؟ قاصد كويس قوي انه يوجعك، قاصد كويس قوي انه يذلك. عارف انك ملكيش مصدر رزق، ملكيش اهل تروحي لهم، باباكي ومامتك مثلا توفوا، اخواتك علاقتك بيهم يعني ما حدش فيهم هياخد من اللي عنده يديلك، ومع ذلك يحرمك، يحرمك من الفلوس ويحرم اولادك ويقطع عنكم المصروف. يبقى قاصد يأذيكي ولا لا؟ قاصد يوجعك ولا لا؟ كل اللي قصدي اقوله لكم انه بيكون مبسوط قوي قوي وهو كده. ايه البني ادم ده؟ ايه البني ادم اللي بيدعي انه بيحبك وهو بيأذيكي وقاصد يأذيكي ومبسوط انه بيأذيكي؟ هو عايش على حزنك وتعاستك، عايش على اذيتك، عايش علشان يشوفك مكسورة ومقهورة. ولو انت شميتي نفسك وقبيتي براسك كده شوية ده بيقلقه وبيوتره وبيخليه يفكر مليون ألف مرة ازاي يرجع تاني يقهرك ويوطي راسك تاني. يبقى ده بيتعمد ولا لا؟ مع سبق الإصرار والترصد ولا لا؟ يبقى بلاش حد يجي يقول لي هو مريض ورفع عنه القلم وهو مش عارف هو بيعمل ايه. لا، هو عارف هو بيعمل ايه، بالعكس ده عارفه وبيخطط له، ولما بيلاقي حاجة هتبسطك بيمنعها، ولما بيلاقي حاجة بتوجعك بيعملها. جربي كده مرة، او بلاش جربي، فكري بينك وبين نفسك وشوفي كم مرة عرف ان الموضوع ده بيبسطك او الحاجة دي بالذات بتبسطك وعملها تاني، وكم مرة عرف ان الحاجة دي بتوجعك
وعملها تاني، وانت تعرفي هو متعمد ولا مش متعمد. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير، سبسكرايب للقناة، واشوفكم الحلقة الجاية.